السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا بنتي في ايه؟ مالك واقفه ليه كده؟ مالي على الله يا اخوي، ما انا الحيطه المايله في البيت هنا مش لاقي حد يجيب لي حاج. الله ليه بتقولي كده؟ ايه اللي حصل؟ اقول لك يا اخوي، مرات اخوك سهام كل شويه تتخانق معايا عشان السلم، واكيد اخوك اللي جاي لها تتخانق معايا. ايه السلم؟ طب اهدي واحده واحده كده وتعالي احكي لي. خش. حسب الله ونعم الوكيل فيكي يا نوره، عصبتيني والله. لولا الملامه كان طلع الواحد اتأجر وقعد بره بدل الغلب اللي الواحد فيه كل شويه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم يا سهام. يا سهام يا حماد مالك في ايه؟ مالي على الله يا حماد. لا حول ولا قوه الا بالله، واحد الله كده وفك بقى. ونعم بالله. عديت على الواد وانا جاي قلت اجيب بنطلونين، يا دوب بقى يا دوب جبت بنطلونين بس ايه؟ عناب. شوفي ده كده، شوفي ده. الله حلو يا حماد، بس ده واحد صغير واحد كبير يا حماد. اه ما هو الكبير ده لاخويا علي. اخوك علي؟ اه وانا حماد اخوك علي ما بيجيب، لا مش بيجيب لك حاجه يعني يا حماد. اخويا مش بيجيب لي حاجه وانت مالك ومال الحوارات دي يا ست؟ انا مجبر عني، انا معاي، انا ربنا مديني عني. وبعدين طول عمري انا وهو المليان بكب على الفاضي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مفيش فرق بينه وبينه يابا. ربنا يخليكوا لبعض يابا. الله يخليك يا سامي. انت برضو مالك في ايه؟ نوره يا حماد. نوره مرات اخويا؟ مالها نور؟ مالها؟ كل ما اكنس السلم تبهدله لي يا حماده وتقعد تقطع لي ورق عليه. انا مش عارفه هي بتعمل كده ليه. واقول لها يا نوره طب اكنسيه، نوره تقول لي انا تعبانه مش قادره اكنس. معلش يابا معلش، هي اكبر منك سنه، انت استحمليها. لازم ابلع لها الزلط عشان اخويا، هخسر اخويا، هقف قدامه عشان خاطر النسوان. معلش يابا بالله عليك، كبر دماغك كده. ويا ست طول ما انت فيك الصح اديك بتعملي لله. ماشي ربنا يخليكوا لبعض. ماشي يابا، واحد الله كده. وزي ما قلت لك بالله عليك عشان ما اقفش قدام اخويا، مهما تعمل عدي، ما تدقيش، ما تحطش في دماغك. خلاص اخويا يابا انا مش هلغره في الدنيا، هو كبيره بعد ابويا الله يرحمه. خلاص حاضر اروح بقى افرحه واديله البنطلون. ماشي يابا ربنا يخليكوا لبعض يا رب. خد بس تعالى. رايح فين؟ ايه اللي رايح فين؟ هي دي فيها رايح فين؟ هطلع اكسر دماغها واطردهم من البيت من هنا خالص. يا ابني اهدى بس، زمان اخوك يجي من الشغل دلوقتي. يجي؟ طب وايه يعني؟ انا اتمنى ان هو يكون جاي من الشغل عشان اكسر دماغه واطرده من البيت كمان. انا استنى لما يطردنا من البيت؟ لا بس خلاص بقى عديها المره دي. لا اعديها المره دي، وكل مره كده ويفرض يعملوها تاني ويكرروها تاني. لا ما ينفعش يا ابني استنى، استر يا رب. هي دي فيها استنى؟ ما فيهاش استنى خالص. طب استنى، طب اكلم اخواتي يجي يقفوا معايا. اخواتك ليه وانا عويل ولا ايه؟ انا اكسر واكسرها واطردهم من البيت من هنا. حاضر. حماده تعالى. حماده عامل ايه يا اخويا؟ انت واقف ليه كده؟ انت واقف من زمان؟ لا من شويه كده، من شويه. ما سمعتش حاجه، ما سمعتش حاجه. ايه اللي انت شايله في ايدك؟ مخبي في ايدك. لا لا مفيش حاجه يا حماده. ما علينا، الله يبارك لك. عديت على الواد وانا جاي فجبت بنطلونين، واحد ليا وواحد ليك يا معلم. انا عندي واحد زي ده، انت قلت لي ده جميل واللون كان عاجبك، جبت لك واحد زيه. لا ليه انا حماده؟ ليك. هي تحلى من غيرك؟ هي الهدمه تحلى من غيرك؟ هي اللقمه تحلى من غيرك؟ ده انت اخويا، هات ايدك ابوس. ده انت الكبير بعد ابويا الله يرحمه، انت كبير. هي تحلى من غيرك؟ خلي بالك يومين كده ان شاء الله باذن الله، بس امسك قرشين وهنزل اجيب لنفسي قميص وهجيب لك واحد معايا، وعارف القميص اللي انت عايزه كمان يا عم. حبيبي يا حماده. يلا يا عم عيش. ايه يا عم في ايه بقى؟ ايه؟ انت بتزولني باللي بتاع اللي وراك ده. لا لا مفيش حاجه. عامل لي مفاجاه او في حاجه؟ لا 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 مفيش حاجه والله. لا لا لا. اصل انا سمعتك بتقول طلع لاخويا. طلع لاخوك؟ انت طلع لاخوك بعصايه؟ اخوك عيان وكاشف امبارح، ده اخوك كاشف امبارح. انا عيان، انا عيان، طالع لي بعصايه ماسك لاخوك سلاح، طالع تضرب اخوك ليه كده؟ ليه؟ ده انت سند. هنقف قدام بعض على اخر الزمن، ابويا وامك يبقوا نايمين في التربه والناس يقولوا عليهم دول خلفوا خلفه حرام. نجيب اللعنه لابويا وامك في التربه، الناس تشوفنا ماسكين في بعض وانت رافع عليا سلاح، يقولوا دول عيال حرام، الولاد دول ولاد حرام. نجيب الشتيمه لابويا وامك في تربتها عشان خاطر ايه؟ طالع لي بعصايه ليه؟ طالع ترفع عليا عصايه ليه؟ عشان كلام النسوان. انت سخنت، انت سخنت يا اخويا يا عاجل، مش ينفع. طب انت زعلت على كلام مراتك؟ سمعت من مراتي؟ انا كنت مستني منك ككبير تنده. خد يا بت تعالي وتقعد الاتنين قدام بعض وتشوف مين اللي صادق ومين اللي كذاب. نوره مش ملاك، خلي بالك. بص انا سمعت كل حاجه وانا بره وكدبت عينيا، قلت يمكن مشهد تمثيلي بيعملوا فيديو، ما جاش في دماغي
ان اخويا ممكن يطلع لي بسلاح. ما جاش في بالي ان اخويا السند يرفع عليا عصاي. وريني كده اخويا ينفع. بص انا هقول لك كلمتين اتنين بس. لو في يوم من الايام عقلك جابك، لو في يوم من الايام قلبك جابك انك تطلع وترفع على اخوك سلاح، لو قلبك جامد لدرجة انه صوحك انك ترفع على اخوك عصاية، عادي اعملها. بس نصيحة مني، روح حلل انيميا الاول، عشان قسما بالله اقطع دراع من هنا اذا كان فيك دم. وخلي بالك في مليون واحد في الشارع تحت مستحلفين لك انت قليل الادب، البلد كلها مستحلفة تديك على جفاك، بس اخوك شايل عنك كتير. اتقي الله واسترجل الاخ ولو نخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.